انتي مودياني على فين يا نورة؟ تعالي بس تعالي. هو في ايه؟ مفاجأة يا جميلة، ما انتي عارفة لازم يكون في شوية تشويق. يلا قربنا، يلا 1 2 3. سنة حلوة يا جميلة، سنة حلوة يا جميلة، سنة حلوة يا جميلة، سنة حلوة يا جميلة. هي كل سنة وانت طيبة يا جميلة. كل سنة وانتي طيبة يا جميلة. مالك يا جميلة، في ايه؟ وايه اللي حصل الصبح ده؟ عاوزة اتكلم معاكي في موضوع مهم قوي. شكراً يا نورة، وشكراً لحضرتك يا طنط على عيد الميلاد. أنا فرحانة قوي. مش باين عليكي يا جميلة، مالك في ايه؟ أنا عندي مشكلة ومش عارفة أتصرف إزاي. مشكلة ايه يا بنتي؟ احكيلي. ما تقلقيش، ماما معانا وهتساعدك أكيد. دي ماما دي بتحل أي مشكلة بتقابلنا. اتكلمي يا جميلة، انت في وسط عيلتك. أنا كنت عايزة أقولك إن مش هاجي المدرسة تاني، وهروح أعيش في محافظة تانية وهسيب هنا خالص. هو باباكي جاله شغل في مكان تاني؟ لا، هو اللي قرر إننا نرجع نعيش في البلد عند عمامي، وكمان هيجوزني لواحد من ولاد عمامي. يجوزك؟ ازاي؟ هو ده ينفع يا ماما؟ لا طبعا ما ينفعش، انت صغيرة جدا يا جميلة، وفي نظر القانون قاصر وما وصلتيش للسن القانوني. أنا متأكدة إن بابا بيحبني ومستحيل يأذيني، ومستغربة من اللي هو عاوز يعمله. ده طول عمره بيكلمني عن المستقبل وبكرة، بس المرة دي قال لي إنه يعرف مصلحتي أكتر مني. ما تخافيش يا جميلة، أنا هتصرف. بلاش يا طنط علشان خاطري، ده مهما كان بابا وأنا بحبه وما ينفعش يحصل له حاجة وحشة بسببي. أمال انت عاوزة ايه يا جميلة؟ نقف نتفرج؟ أنا مستحيل أذي بابا يا جميلة، أنا قصدي بكلمة هتصرف إننا هنشوف حل مع بعض. أنا حكيت لنورة لأنها أقرب صاحبة ليا، وحكيت لك يا طنط علشان بثق فيكي. ما تخافيش يا جميلة، أنا هسأل أكتر من حد متخصص ممكن نعمل إيه، وأوعدك مش هنأذي بابا. وأنا كمان هفكر وهفضل جنبك. وعلى فكرة أنا وإنتي هنفضل صحاب حتى لو إنتي نقلتي من المدرسة. أمال جميلة نايمة ولا إيه؟ لو صاحية خليها تيجي تقعد معانا. لا، راحت لصاحبتها نورة، كانت عايزاها في حاجة. خليها تشوفهم وتسلم عليهم قبل ما تسافر. أنا كنت عاوزة أتكلم معاك بخصوص الموضوع ده. إحنا مش اتكلمنا فيه مرة واتنين قبل كده؟ إيه المشكلة؟ نتكلم أكتر من مرة، ده مستقبل بنتي. أنا بعمل كده لمصلحتها، وأنا أكتر واحد أعرف مصلحة بنتي وأخاف عليها. وبعدين ده سلو العيلة عندنا، ثم إن البنت مصيرها في الآخر لجوزها وبيتها. عارفة إنك أكتر واحد خايف عليها، بس أصبر كام سنة تخلص تعليمها في الجامعة. ما نفسكش تشوفها يوم تخرجها وتاخدها في حضنك كده وتفرح بيها؟ أنت ناسية إني متجوزك وأنت في سنها تقريباً وأصغر كمان؟ الزمن غير الزمن، والظروف غير الظروف، وأنا حاسة إن مستقبلها في التعليم هيكون أحسن بإذن الله. تبقى مهندسة كده ولا حاجة كبيرة زي بقية البنات. ها، قلت إيه؟ عملت ايه في اللي اتكلمنا فيه؟ يعني مفيش أي طريقة تانية؟ لا تانية ولا تالتة، دي عاداتنا وتقاليدنا من جدود الجدود، مصالحنا وفلوسنا واحدة، وعشان تفضل كده لازم ولادنا يتجوزوا عشان مصالحهم تفضل واحدة. لحسن يجي يجوز لبنتك يقول لها بيعي أرضك، ولا واحدة تتجوز ابني وتقول له بيع أملاكك. معاك حق، أنا هتصرف، والسنة دي مش هتخلص غير لما جميلة تكون موجودة في البلد.